السلام عليكم احباباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. عواش مباركه، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه والرزق والتيسير. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد غريبه باللوز والقرقاع، كتجي معلكه ولذيذه وسهله في التحضير. خليكم مع الفيديو من الاول حتى الاخر. دوز المكونات البنات. عندي هنايا واحد رابعه ديال القرقاع كما كتشوفوا، وهنا عندي واحد رابعه ديال اللوز، وعندي واحد 3 البيضات. انا غندير جوج ووحده غادي نخليها حتى لا خاصني نزيد. وانا عندي واحد كاس ديال السنيده، وعندي واحد نص خماره 4 غرام، وعندي واحد 2 معالق ديال الكونفيتير مشماش، وعندي واحد معلقه صغيره ديال القرفه. كما كتشوفوا نبداو على بركه الله. غنطحنوا هاد الكركاع. كما كتشوفوا الكركاع ديالنا هو ما كنطحنوش بزاف، كنخليه شويه مهرمش. ودابا غنديروا اللوز، غنزيدو مع داك كاس ديال السنيده. علاش درت كاس؟ حيت مازال هاد الحلوه غتفند في سكر كلاصي، شي علاش درت كاس. اللوز حتى هو كذلك كما كتشوفوا هانتوما، خليته شويه مهرمش واحد شويه. كما كتشوفوا البنات نخلطوا هاد المكونات، نزيدوا معلقه ديال القرفه كتعطيها واحد النكهه زوينه. غادي نديروا نص خماره، خلطوا المكونات. غادي نديروا 2 معلقات ديال الكونفيتير، هاد الكونفيتير كيعطي واحد التعليكه. انا درت واحد 2 معالق كبار. غادي نجمعوا هاد المكونات. هنا عندي البيض، غادي ندير بيضه بيضه. غادي نديروا البيضه الاولى، كنجمعوه بالاصابع ديالنا، ما كنعجنوش هادشي. غنزيدوا البيضه الثانيه، وغادي نجمعوا هاد الخليط ديالنا كما كتشوفوا. ولا خصنا نزيدوا هادو غريبه المعلكه، كتجي زوينه وسهله في نفس الوقت. كنبقاو نخدموها بحال هكا البنات حتى كتعلك، كيدخل فيها داك البيض والكونفيتير. كما كتشوفوا البنات هذا هو القوام ديال غريبه معلكه. هانتوما هيا عندي سكر كلاصي كما كتشوفوا، وعندي اللاطه درت لها ورق الزبده، ضروري خصنا نديروا لها ورق الزبده. ودابا غنبداو ان شاء الله نخدموا الحلوه ديالتنا.
نتوما كتحكموا في كميه قداش بغيتوها، واش كبيره ولا صغيره. انا غنديرها ما كبيره ما صغيره، نديرها في سكر كلاصي. كنبقاو نفندو فيهم بحال هكا في السكر كلاصي مزيان. ضروري نبعدوهم البنات حيت مازال كيزيدوا يتنفخوا باش ما يتلاصقوش لينا. ما درنا مدنا السكر بلاصي، دابا عندي هنا كما كتشوفوا الكركاع، غنبقى ندير بحال هكا نمعسوه بشويه بهذه الطريقه. كتشوفوا البنات بعد ما درنا لهم الكركاع تزيين، وهذا درت لهم دوك الفواكه الجافه داك ديال حب الملوك معسل، والفران نشعل عليه من الفوق ومن التحت حيت ضروري خص الفران يكون سخون. وملي غندخلوا اللاطه ديالنا غادي نقصوا الفران، غنديروها من الفوق حتى كتشقق، ما نفوتوش 8 دقائق حيت هي دغيا كطيب، ونعاودوا نديروها من التحت شويه صافي ونخرجوها. كما كتشوفوا البنات الحلوه ديالتنا ها هي خرجتها من الفران، وكنخليوها حتى كتبرد مزيان حيت لا حيدتوها وهي سخونه راه كتولي تفرتت بحال ضروري خصها تكون بارده، خصها تبرد. شوفوا تبارك الله كي جات كتجي زوينه، وضروري خصنا نخليوها تبرد مزيان حيت لا حيدتوها وهي سخونه غادا تشقق معاكم وغادا بحال غتفرتت. هانتوما انا نقطع معكم واحد وحده، شوفوا التعليكه كيفاش كتجي ما شاء الله. هانتوما كتجي معلكه، 8 دقائق اللي درنا في الفران كتجي زوينه ومشقه. نتمنىكم ديروها في هذا العيد المبارك، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه وبرزق التيسير. ولا عجبكم الفيديو خليوا لي في كومونتير كيفاش جاتكم الحلوه، وخليوا لي واحد لي لايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنقول لكم السلام عليكم، وموعدنا لفيديو مقبل ان شاء الله.